السلام عليكم. وصفتنا اليوم كيك بالتفاح، كيك اللي كتجي من أروع ما يكون، كيك اللي خفيفة بزاف. عندها واحد الطعم اللي مميز جدا. كيك كتجي إسفنجية وهشة، بمكونات اللي بسيطة بزاف وبيضة واحدة فقط اقتصادية. مكوناتها موجودة في كل بيت إن شاء الله. لذيذة ما غاديش تبقى تخطاكم إذا جربتوها، غادي تعشقوها نتوما والأطفال ديالكم. إذا أول حاجة غادي نحضروها وغادي نقوموا بها، عندي هنا المول ديالي اللي خديته ودهنته بالزبدة وفرشت ليه ورق الطهي. أنا اخترت ندير هذا المول ديال لي طارت، بإمكانكم ديروا أي مول كان متوفر عندكم. صافي كنجيب هنا واحد الحبتين ديال التفاح اللي خديتهم بالقشر ديالهم، قطعتهم هكا إلى شرائح. بإمكانكم ديروا حبتين إذا كان الحجم ديالهم متوسط، أو 3 حبات إذا كان الحجم ديالهم صغير. نحاول أنني هكا ندور التفاح ديالي على المول كامل كيف ما غادي تلاحظوا معايا على هذا الشكل. صافي وغادي ندوز باش نحضر أو ندوز المرحلة الثانية ديال هذا الكيك من بعد ما كنسوي كاع التفاح اللي عندي. صافي هنا في الكاسرول ديالي غادي نجيب واحد الكأس صغير ديال السكر وغادي نوضعو هكا فوق من النار تكون مهيله بزاف، ما كنمسوه ما كنقربوا ليه حتى يوصل هكا، يبدا السكر ديالنا يتحول لكراميل، عاد كنحركوه باش نساعدو انه يتكرمل بسرعه. صافي كيوصل لهذا القوام او هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، كيذوب السكر كامل، ودائما النار تكون مهيله باش ما يتحرق لينا. صافي هو ساخن مباشره كنفرغوه من فوق التفاح كيف ما كتلاحظوا معايا وهو بسرعه كيجمد، وكنخليه جانبا. وندوز الان باش نحضر الكيك. عندي الكيك واحد البيضه بدرجه حراره المطبخ مع واحد الكيس ديال سكر الفانيليا، واحد رشيشه ديال الملح. نخفق هاد المكونات غير بالضرب هكا اليدوي حتى يتفتح اللون ديالهم على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف لهم واحد نصف كاس ديال الزيت. المكونات كاملين بالتدقيق في اسفل الفيديو. عندي هنا واحد نصف كاس ديال الرايب اللي كيكون منسم وكيكون حلو، بامكانكم ديروا الحليب او علبه صغيره ديال الياغورت اللي يكون بطعم الفانيليا. صافي نخلط المكونات مزيان، عاد نضيف لهم كاس ديال الدقيق مع واحد كيس ديال خميره الحلويات. نخلط هاد المكونات حتى تنسجموا عندي الدقيق مع المكونات الاخرى. عاد في الاخير غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الخل. صافي هذا هو الكيك ديالنا، كيكون القوام ديالو خفيف ما كيكونش ثقيل بزاف. كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنا. قبل ما نفرغ الكيك ديالي غادي نجيب واحد شويه ديال القرفه وغادي نوضعها هكا فوق من هذاك التفاح مع الكراميل. صافي وكنفرغ الكيك ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا. الفرن كيسخن على درجه حراره 180، غير من الاسفل حتى ندخل الكيك ديالي حتى كيبان ليا بدا كيتحمر من الجوانب، عاد كنشعل ليه الفوق باش يكمل الطياب ديالو وما كياخذش وقت كتير، لانه الكيك ديالنا خفيف وما فيهش يعني الحجم ديالو صغير، ما ماشيش الحجم ديالو يعني كبير. كيف ما لاحظوا معايا غير بيضه واحده. صافي كندخلو الفرن كيف ما قلت لكم حتى كيطيب وكيتحمر. من بعد ما كنخرجوه هو ساخن نزولو من المول، وهكا كنبدا نزول هاد الورق ديال الزبده. ضروري اننا نديروه، لاحظوا معايا هنا باقي عندي الكيك سخون. صافي كنحاول انني نزولو، كيساعدنا اننا الكيك ديالنا او التفاح ما كيلتصقش من الاسفل هو هذاك الكراميل. ضروري اننا نستعنوا بورق الطهي. صافي كنزول هكا الورق ديال الطهي بكل سهوله، وهذا هو الكيك ديالنا كيجي رائع بزاف في المنظر ديالو. محتاجوش اننا نزينوه، ولكن انا فقط كلمسه اختياريه ضفت ليه هنا واحد شويه ديال اللوز او رقائق اللوز اللي يكونوا محمرين على هذا الشكل. بامكانكم تضيفوا اي مكسرات كان متوفره عندكم باش نزيدوا داك القرمشه لهذا الكيك ديالنا. صافي كيجي رائع بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتعتمدوا لرضاتكم ايضا مع عائلاتكم. كيجي غزال بزاف، وكيف كيك لاحظوا معايا كيجي خفيف بزاف. نتمنى انكم تجربوه تردوا عليا في التعاليق، وما تنسونيش من لايكات، وايضا تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب باش تعم الفائده. ونتمنى انني نكون فدتكم وبصحه والراحه.